هنعمل في الفيديو ده ايس كريم الشوكولاته، مكونات بسيطه جدا. لو عندنا كوبايه واحده من الكريم شانتيه، كوبايه واحده بس من الحليب، هنعمل اكتر من 1.5 كيلو من الايس كريم. يلا بينا نشوف الفيديو ونشوف الطريقه اللي مفيش اسهل منها. هنجيب كوبايه من الكاكاو يكون خام ويكون مش مر قوي، يكون طعمه حلو، وهنحط عليه 2 معلقة كبار من النشا، ونص كوبايه من السكر، كوبايتين من الميه، وكوبايه واحده بس من الحليب. الخليط ده كده هنقلبه على البارد، وبعد كده هنرفعه على النار 6-7 دقايق كده. هيبقى الخليط بتاعنا هيبقبق وهيبقى شبه المهلبية بس خفيفة شوية. اختبرته بالطريقة دي، هسيبه بقى يهدى كده بره التلاجة، وبعد كده هحطه في التلاجة لما يبرد خالص. واول ما يبرد هحضر بقى الكريم شانتيه. كوباية واحدة بس من الكريم شانتيه الخام، وكمان كوباية من السكر. والسكر بتاعي ده كان بودرة، بس انا كنت ضرباه في الخلاط فكان خشن حاجة بسيطة. هحط عليهم 1.5 كوباية من المية بس تكون متلجة جدا. هضرب الخليط ده كويس جدا لحد ما يبقى كريمة زي ما انتوا شايفين متماسكة. طلعت الخليط بتاع الشوكولاتة من التلاجة اللي هو اخف من المهلبية، وضفته على الكريمة وهضربهم مع بعض كويس جدا. الخليط والايس كريم عندي بقى جاهز. بصوا بقى القوام بتاعه كريمي جدا. لما بيتحط في التلاجة 4-5 ساعات او من بالليل للصبح بيبقى ايس كريم طعمه حلو جدا. السكر تقدروا تظبطوه على حسب ذوقكم وعلى حسب نوع الكاكاو اللي عندكم. شفتوا الوزن بتاعه اكتر من 1.5 كيلو كمان. تاني يوم بقى انا طلعته من الفريزر وهقدمه. زينته كده بصوص كراميل وجناش شوكولاته، تقدروا تزينوه باي حاجه، بجد هيبقى طعمه تحفه.